السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. منتخب مصر وأثيوبيا في تصفيات كأس العالم. نبدأ الفيديو، يلا بينا. النهارده مباراة مصر وأثيوبيا، وقدر المنتخب المصري يكسب 2-0 بس بأداء أقل من المتوسط. هتقول لي ليه ما كسبنا 2-0 وأهم حاجة النتيجة؟ ماشي، أنا معاك في كل حاجة هتقولها، بس يا جماعة والله لما نيجي نقابل فرقة زي السنغال او فرقه زي المغرب او الجزائر او الفرق الثقيله زي نيجيريا كوتيفوار، الفرق دي كلها صدقوني هنشيل كتير. المستوى اللي احنا بنلعب بيه دلوقتي مستوى يعتبر باهت. اثيوبيا ماتش بالنسبه لها تحصيل حاصل، وانت بتلعب قدام اثيوبيا، يعني الماتش سهل، الماتش سهل جدا. فانت عايز ايه؟ عايز اداء وعايز نتيجه، لان الماتش سهل. لكن الماتش صعب اقول لك ماشي يا عم، هيبقى فيه اداء وفيه نتيجه، بس مش لدرجه اللي هو اقل من المتوسط. في كام لاعب كده عليهم علامه استفهام، اولهم محمد صلاح. محمد صلاح يا جماعه انا بحس ان لما يجي يلعب مع منتخب مصر ملوش مزاج او مش عايز يلعب او خايف على رجله، والكلام ده احنا قلناه كتير. فلو انت مش هتأدي بالشكل المطلوب اللي انت بتلعب فيه بره، يبقى بلاش منها. يبقى في لعيبه تانية عايزه تموت نفسها في اللعب، وفي لعيبه تانية عايزه تبين نفسها، اللي لعيبه فعلا تستحق تلعب مكان محمد صلاح. لعيب تاني عليه علامه استفهام وهو عمر مرموش. عمر مرموش خارج متوقف خدمه مع منتخب مصر. كان عمر مرموش الاول كان ليه دور جامد قوي، لما راح مانشستر سيتي بدا الكلام هو زي محمد صلاح، ويمكن ازيد شويه من محمد صلاح. اللاعب الثالث بس لاعب محلي وهو محمد هاني، عليه علامه استفهام. محمد هاني في الدفاع سيء جدا، في الهجوم يعني ممكن يباصي مع زيزو شويه او محمد صلاح، بس اوفر لمحمد هاني ما تلاقيش من محمد هاني اوفر. فمحمد هاني سيء جدا جدا، ولازم الفتره الجايه يكون في باك يمين مع محمد هاني قوي جدا. هتقول لي في ظلم من حسام حسن لبعض اللاعبين اللي مختارهم في منتخب مصر. هقول لك فعلا في بعض اللاعبين المفروض ما كانش راح منتخب مصر ولا اصلا لعبوا في انديتهم. يعني مثلا معلش مش عايز اقول اسماء عشان ما تقولش بس انا زملكاوي بتكلم، لا ده منتخب مصر. يعني المفروض اللاعب اللي يجي يكون لاعب جاهز، لاعب بيلعب في ناديه، ولاعب بجد شايف اللي هو يستحق يلعب في منتخب مصر، مش لاعب تجيبه من على الدكه تعالوا على دكه. انت فاهم قصدي ايه؟ يعني اللاعب مثلا بقى على الدكه طول الموسم ويجي يخش منتخب مصر ازاي؟ انا مش عارف. دي بتبقى غريبه جدا جدا مع حسام حسن. في اخر الفيديو كل التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله باذن الله. الماتش الجاي هيكون ماتش صعب جدا مع بوركينا فاسو في بوركينا فاسو ان شاء الله، ويكون التاهل من هناك ان شاء الله نقدر نكسب عشان نصعد رسمي لتصفيات كاس العالم ونروح كاس العالم باذن الله. مبروك للمنتخب، ان شاء الله اللي جاي احلى، وباذن الله نكون في كاس العالم وبطوله افريقيا وفي كل البطولات ان شاء الله، ونقدر نحقق الفوز في بطوله افريقيا وناخدها بقى، عشان احنا بقى لنا عدد من السنوات ما بناخدهاش، ومع الجيل ده بالذات مش قادرين ناخدها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.